سريكانية كرمانج كرمانج. كرمانج، ايوه جينا مربط الفرس. ادعوا جيبوا اصدقائكم، تعالوا عندي يا كرمانج، تعالوا يا اهل روجافا واهل باكور، موجودين. يلا تعالوا ترجموا لي كلمة كرمانج. لو لفيتوا راسكم يمين طلعتوا فوق نزلتوا تحت رحتوا يسار ما راح تجيبوا غير تفسير المرحوم جلادة بدر خان لكلمة كرمانج. هذا هو التفسير الوحيد الموجود في التاريخ، فقط جلادة بدر خان ترجم كلمة كرمانج وش اسمه وفسرها، قال كرمانج تعني كرمان، كر بمعنى ابن، مان يعني بقى. هذا هو التفسير الوحيد ولا يوجد أي تفسير كردي آخر. اللي يجيبكم تفسير من جيبه هذا ما له علاقة فيه. التفسير لازم يكون تأصيل لغوي من قبل واحد لغوي، مو يجي لواحد أي مكان كرمانج مثل ما بعض ما يفسروا يقولوا كلمة دمشق كلمة كردية وما بعرف كيف. أنا طلعت نكتة عليها مع احتراماتي، اللي يعجبه يعجبه، من ما يعجبه كيف، يعني احنا أعضاء في عالم حر. أنا قلت أمير أيوبي صلاح الدين الأيوبي لما كان يبني دمشق أو يعمر بدمشق، هي دمشق موجودة، فعطش وصار دم ماله هشك، دم ماله هشك يعني حلقه يبس فسماها، قال هذه دم هشك فصارت دمشق. لا يا أخواني اتركوا هاي العادات. التأصيل اللغوي مو هيك، إذا أنت مو لغوي لا تدخل في هذا الباب أحسن لك. كلمة كرمانج فقط أصلت لغويا من قبل المرحوم جلادة بدر خان مؤلف الأبجدية الكردية، وفسرها في وقته بأنه كرمان الأولاد بقوا أو الولد بقى. الأمير والمرحوم جلادة بدر خان أخطأ وأصاب. أخطأ لأنه في وقت جلالة بدر خان ما يعرف إيش هي اللغة باهلوية وإيش هي اللغة زردشتيين وكذا، ما يعرف، من وين بده يعرف يعني. الإنجليز ما كانوا بيعرفوا، كانوا استوهم بيكتشفوا هاي الآثار الباهلوية. لكنه قال كر فعلا، كر هي من كرق كلمة باهلوية أيضا، لكن الابن بقى تفسير غير مقنع، ما يعني غير مقنع. يعني مين اللي يقول ابن بقى ويسموه اسم شعب كامل ولغة ومنطقة كاملة؟ التفسير غير منطقي، لكن لغويا شوية قريب منه. ببساطة كلمة كرمان ترجع إلى الكلمة الباهلوية كرد مان، كرد مان، كرد هم الكرد، وكرد أيضا كانوا يقولون البطل لا، مان هي المنزل. تكلمنا عن منزل قبل أن في بداية الحلقة، في بداية تكلمنا عن كلمة ماند التي تعني منزل، وكردمان تعني منازل الأكراد. كلمة الدال لغويا في علم اسمه الفونيتكس، لينغويستكس، فونيتكس علم الصوتيات. ما تقدر أي إنسان في العالم حتى الكردي ما يقدر على طول بسرعة يقول كردمان كردمان كرد حرف الدال، صوت الدال يصبح ثقيل فيقع يشطب فتبقى كرماند كرماند كرماند. الدال أيضا تتحول إلى جيم بسهولة فتصبح كرماند. هذا هو التفصيل، علم التفصيل اللغوي، لينغويستكس. ماند هي أصلها كرماند، لكن الناس عندما تنطق بسرعة تقول كرمانج. الدال مثل كلمة أرمند في الكردية تصبح أرمانج، وهو اسم نطلقه على أولادنا. كلمة أرماند الباهلوية أرمانج في لغتنا الكردية، وهكذا. إيش الدليل؟ طيب يا مشتاق صاغين على التأصيل اللغوي هذا المضبوط من اللغة الباهلوية، عندك أي دليل آخر؟ نعم، العرب الجغرافيين العرب المؤرخين العرب عندما يتحدثون عن مناطق كردية يقولون عنها منازل الأكراد. منازل الأكراد كردمان هي كرمانج، وهي كلمة كردية قاع من اللغة الباهلوية. كلمة كرمان لغة باهلوية بحتة صرفة. رها أيضا باهلوية. الرها يسموها في النصوص الباهلوية، يسموها الرها. اليوم ما راح أذكر هذا، خلي لي شوية يا أخي أسولف كلماتي على موقعي. ما تريحنا. نسيبين كلمة
نسيابين كلمة بهلوية مذكورة في نص بهلوي زردشتي. نسيابين وان كاك هاي مشتاق كلها كلمات بهلوية. كاك مشتاق، خلينا نتفق. اذا هلا الان ما قلت لنا رها نصيبين ووان، اني ما اجي على البس عندك. ما اصبر ليوم يومين ثلاثه، ترى دمي يغلي. قلنا شو هي طيب، باختصار، بس باختصار. من معاني كلمة الره هو الجمع، جمع من الناس. في اللغة البهلوية يقولون ره، وهي باقية بشكل أو بآخر. عندنا في الكلمة الكردية رين تعني، لكن لا يطلق على البشر، نطلقه على الحيوانات مع بعض، نسميها الرين أيضا. فالرها هو الجمع من الناس في مكان ما. جمع من الناس في مكان ما هي الرحى باللغة البهلوية. وكلمة الرحى مذكورة في كتيبة شابور الأول التي قلت، لأن المعارك بين الدولة الساسانية والدولة الرومانية كانت كلها تجري في هاي المنطقة، في منطقة الروجافا الحالية، كردستان باكور، ومناطق دمشق وما دمشق هاي والحماة وهاي، وكل مدينة منها مذكورة. بعضها رف من الطيور، رف أيضا تحولت الكلمة إلى رف فأخذت بالعربية. الرها كلمة بهلوية. نسيبين مذكورة بالنص، ولكن النص لا يحضرني حاليا، يجب أن أفتحها. إذا تنتظروني أفتح الكثير لأتذكر ماذا مكتوب حول كلمة. لكن نسيبين مذكورة في كتاب اسمه شارستاني، هاي إيران شهر، مدن إيران شهر، مدن بلاد الآريين الزردشتيين. فيذكرون من ضمن المدن التي يذكرونها مدينة نسيبين، باعتبارها من مراكز الزردشتية ومن مراكز الآريين يعني في بلاد الروم. مدينة وان في اللغة البهلوية ببساطة نفس الكلمة، وان تعني الفتح، فتح تفتح بلاد. كيف بالعربي يسموه الفتح؟ مدينة وان تعني الفتح بالضبط. وكل واحد منكم يستطيع أن يرسل لي اسم مدينته، اسم قريته، اسم قبيلته. سريكانيا، سر في اللغة البهلوية السر، كاني هي كني في اللغة البهلوية، كند كني، سريكانيا رأس النبأ. الموضوع على ايش نقول؟ نعم. لا توجد كلمة. يوجد نعم بعض الكلمات الكردية القديمة من الشعوب الكردية القديمة الأقدم من الآري. الشعب الكردي طبقتين قبل سنين طويلة، قبل 4000. حسكي أظن أنها من حسك هو من حسن، ندلع نقول حسك، احنا نقول ما بعرف اعتقد. لا ما حسكة تاريخيا هي من العشيرة الكردية الإيزيدية. هسكة يعني هسكاني، يعني احنا هذول نقول لهم هسكاني. نعم، في العراق موجودين عندهم هسكاني نقول لهم هسكاني ونقول لهم عنهم هسناني ايضا. بالضبط كانت تمتد من يعني من حسكة إلى الشنغال، عداية على اسم العشيرة الكردية هسنان. هسنان بعدين بالضبط ما بعرف، ولكن انت الثلاث مدن حكيت لي اياها خالص. انا لكم كل المدن. كلمة باج في اللغة البهلوية، كلمة باج تعني الضريبة التي تجبى. يعني انت فلاح عندك اغا بياخذ منك، بيجي كل سنة تعطيه حنطة شعير، هذا باج. والعشائر الكردية تسمى بهكذا اسماء. عندنا اكبر من اكبر عشائر العراق كردستان الجنوبية عشيرة باجلان من كلمة باج، الضريبة. كانوا الظاهر جماعة ياخذوا باج من العالم فسميت بباجلان. باجل هاي للجمع، باجلان. وحضرتكم ساكو اسم عشيرة، لكن على إذا كانت ساك ربما أيضا، لكن في
الساق هو الفلوس اللي تاخذها من عدوك. مثلا أسرت واحد ويجوك أهله يفدوا، فدية. ساق يعني فدية. الظاهر عشيرتكم كانوا يمسكوا ناس ويجوا الناس يدفعوا فسموكم ساكو. ما بعرف أنا، لكن كلمة ساك قريبة جدا من ساق البهلوية، والتي تعني الفدية. معنى لري. لري يعني لر يعني المائل. اي شيء مائل نسميه، لازلنا في الكرديه نقول لر. عندنا في الكرديه الجنوبيه اللر يعني اي شيء مائل. ما هو الناس قديما تسمي الاشياء بطرق عجيبه غريبه. قد يشوفون عشبه على الارض. هسه كلمه زازاك، ايش معنى كلمه زازاك؟ زازاقيه اللي هم الكرمانج، صح؟ يسمون زازا، من اسمائهم الزازا. ما حدا يعرف ايش يعني زازا. زازا في اللغه البهلويه تعني العشب الطويل، يسموه زاز، واحيانا يكتبونه جاج. زاز وجاج في اللغه البهلويه تعني العشب الطويل. ولهذا الكرد حاليا ايش يقولون على المراعي اللي فيها العشب الطويل؟ ايش يقولوا له؟ زوزان، صح ولا لا؟ زاز من كلمة زاز البهلوية تعني العشب الطويل. الكردي الحان يقول على المراعي الخصبة ذات العشب الطويل زوزان. الألف والنون للجمع يعني المراعي. زوزان حرفيا يعني المراعي ذات العشب الطويل في اللغة البهلوية. رضا بهلوي شو يعني؟ ليش سمى حاله رضا بهلوي؟ عشان تعرفوا مصيبة الأكراد في تاريخها. رضا شاه المعروف عنه أنه رجل من مازندران، من إحدى قرى مازندران شمال إيران. ويقال أنه لما صار ملك إيران، هو كان قائد عسكري وصار ملك إيران، اتخذ لقب لنفسه هو بهلوي. يقال أنه كردي الأصل، من الأكراد الذين يعيشون في مازندران ومن عشيرة البالاني. قلت لك البالاني عشيرة كبيرة يعني في كردستان الجنوبية والشرقية. ويقال أنه أصله من عشيرة البالاني التي سبق ذكرها، العشيرة الكردية المعروفة. بالاني يعني بهلوي، بالاني بالضبط هي يعني بهلوي باللغة الكردية والبهلوي. فيقال أنه من البالاني، وما حب يقول أنا كردي بصراحة، فسمى نفسه بهلوي. ويقال أيضا أن الدليل على ذلك الحرس الخاص لعائلة البهلوي له، لرضا شاه ولابنه محمد رضا شاه الشاه السابق، كان حصرا من الكرد. الحرس الملكي الخاص لرضا شاه وابنه هم فقط من عشيرة من الكرد، ما يعينون أي قومية أخرى في إيران. في حرسهم الخاص هو الكرد فقط. فرضا الشاه كان ممتعض من كلمة بيرسيا وكلمة فارس التي تطلق على هذه البلاد. فرفع سنة 1935 رفع قضية سمكو. هسه بحكي لكم ايش معنى سمكو، ايضا بهلوي. فرفع قضية سنة 1935 لعصبة الأمم، قبل ما في قبل الحرب العالمية الثانية يسموها عصبة الأمم، بعدين صارت الأمم المتحدة. قال هذا الاسم ما يدل علينا وعلى الشعب اللي ساكن هون وعلى البلاد اللي احنا نسكن فيها، رجاء غيروها إلى كلمة إيران. وفعلا الأمم المتحدة غيرتها إلى كلمة إيران، لكن هم يلفظوها إيران. احنا الكرد الوحيدين اللي نلفظها إيران. الكردي ما يقول إيران، الكردي يقول إيران، هذا هو اللفظ البهلوي والذي تعني الآريين. هي كلمة قديمة ترجع إلى آلاف السنين يعني مضى. فهذه هي قصة رضا شاه. رضا شاه فرض البهلوية، تعليم البهلوية في بعض المدارس، وغير كثير من اللغة الفارسية. جبر اللغويين الفرس في إيران، الإيرانيين،
أن يستعملون الكلمات البهلوية بدل الكلمات العربية والتركية في لغتهم، وإلا الفارسية ولحد الآن الفارسية 30% منها لا زالت عربية، لكن في عصر رضا خان كانت نصف أو 60% من اللغة الفارسية كانت عربية. مع محاولات رضا شاه تغيرت إلى 30. هو أجبر، لهذا تشاهد الفارسية فيها كلمات بهلوية قديمة أصلية، هاي مو من اختراعهم، لا، رضا شاه فرض عليهم فرض، بينما هي موجودة في لغتنا. لهذا هنا الشغلة المهمة جدا، إياك 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 يا كردي لما تقرأ الأشعار الكردية القديمة، خاصة ملاي جزيري، مولوي، أحمدي خاني، بابا طاهري، همداني، هاي الكلمة فارسية، إياك، هاي كلمة بهلوية أصلية ورثناها من آبائنا وأجدادنا، وليست كلمة فارسية. أنت جاهل ما تعرف اللغة البهلوية، لهذا ما تعرف تقول هذا فارسي. لا، هاي مو كلمات فارسية، هاي كلمات نازلة إلنا مباشرة من أجدادنا عبر لغتنا الكردية. للأسف نعم نحن جاهلين باللغة البهلوية الكردية. جاهل، هو جاهل، لكن لا يسترجي لما يشوف كلمة هاي كلمة فارسية، لا، هاي كلمة كردية. فروخ كلمة كردية، لما نقول فروخ هذه كلمة كردية، أي كلمة تقرأها في الشعر الكردي القديم مش تقول هاي فارسية وجابوها من اللغة الفارسية، لا، لأنه في مؤرخين أكراد مترجم ملاي جزيري ما عرفوه، ملا من مناطقكم ما عرف من وين بالضبط، ملا أحمد زفنجي للأسف. نعم يا أخي مترجم شعر ملاي جزيري نص يقول أي كلمة كردية بهلوية يشوفها كلمة كردية أصلية، بل الكلمة الكردية كلما كانت بهلوية كانت أصل، لأنها ترجع جذورها آلاف السنين. هذه فارسية، هذه فارسية، لا يا أخي مو فارسية، هاي كلمات كردية نازلة إلنا مباشرة من أمنا اللغة البهلوية. يا أخوان، يا أعزائي، يا حبايبي، لا تخلطوا هذا الغلط، لا تفرض جهلك على الشعر القديم الكردي القديم. نعم، كان يستعير كلمات عربية ملاي جزيري، والكلمات العربية موجودة ومعروفة لتحسين الشعر، لا يهم الاستعارة من العربية ما دامت القافية والمعنى يتم باستعارة من العربية، لا بأس. عدا العربية الكلمات الباقية كلها كردية في لغة. لا، حتى العربية يعني آلاف من الكلمات العربية أصلا كردية. عن ديننا دين عربي، شو ما بلالينا يدرسونا بالعربي، شو كلمات هذه دينية كلها من العربية، شو طبعا عربية، نحن تحت النفوذ العربي الإسلامي 1400 سنة، ليش ما تدخل كلمات إلى لغتنا داخله؟ ولا بأس، أهلا وسهلا بها ونظل نستخدمها. اللي ما يريد يستخدمها يستخدم بدالها كلمات كردية قديمة من اللغة البهلوية، أهلا وسهلا، واللي يريد يبقى يستخدم الكلمات العربية أهلا وسهلا، لا بأس. يعني أنا مو أقصد هن كمان آخذين منا آلاف الكلمات من اللغة البهلوية ويستخدموها. نعم آلاف الكلمات. ندلبرين أبيستاق، إنه لغة أبيستاق اللي نحن نقول أبيستاق. نعم، أبي كلمة أبي أو هو حرف أبي في اللغة البهلوية تعني بي نافية. أبيكس يقولون في البهلوية أبيكس يعني بيكس بدون أحد. أبي يعني بي نافية. أبي ستاق العلماء لا زالوا، لأن أصلها است يعني أصل، يعني بلا قرار، يعتقدون أن كلمة أبيستاق تعني بأست بقرار، بقرار، يعني يمكن انه عميقه جدا، يعني نعم عميقه، انه بقرار، يعني العمق. نحن نستخدم هالاسم كثير، عقول امبيجن او مشتاق، زانبونا مشتاق بقراره، بيلك بقراره، يعني بير بدون قرار، بدون قرار، يعني ما إلها حد بمعنى. نعم، يعتقدون، أنا ما بقول لك 100%، لكن علماء ماكنزي لغة أبيستا،
لغه افيستا شنو هي لغه؟ لغة الافيستا ما حدا بالضبط. شوف، في لغات فيها مشاكل، ما حدا بيعرف من وين اجت، لان ما في نصوص قديمه. فريد بمين فريد زي جي بيرسون دفالامدي زي بيرسون بمين؟ ايه، ما حدا بيعرف امتى كتبت غاثات الافيستا وين. اللي يقول لك انا بعرف 100%، راح يجي لي واحد هم كمان يهزوا راسهم، لا الافيستا كتبت في مكان في السنه الفلانيه. لا اخي، اسكت رجاء، اسكت. ما في حدا في العالم يعرف من وين اجت، وين بالضبط. نحن عندنا غاثات. المشكله هي كالاتي: الافيستا هي الغاثات الافستائيه في اللغه في الدين الزردشتي. هي مثل الايات في القران. الافيستا هي مثل القران. شو هذا اسم الكتاب؟ القران. في كتاب اسمه الافيستا، الايات مكتوبه فيها يسموها الغاثات بلغه ما معينه. هذه اللغه هي لغه اريائيه 100%، تشبه مثلا يقولوا القمر مانغ، مثلا احنا الكرد نقول مانغ. مثلا برز يقولون برز، برزايتي نقول برزايتي. يعني فيها كثيرة الشبه باللغة الكردية واللغات الإيرانيكية عامة. فما حدا يعرف بالضبط إمتى مكتوبة ومتى بالضبط وأين كتبت. لماذا؟ لأنه الإسكندر المقدوني عندما غزا بلاد الزردشتيين وبلاد إيران شهر، قضى على كل شيء مكتوب ومحفور عن تاريخ الزردشتي. لهذا الإسكندر المقدوني شخصية مكروهة جدا في الدين الزردشتي، ويسبونه في النصوص البهلوية الزردشتية، يسمون الإسكندر دشخودا عدو الله. يسمون الإسكندر جزستج يعني وسخ. احنا حاليا نقول جزي. احنا هذا الفرشاة اللي النسوان يمسحوا فيها الارض نقول جزي، هي من جزستج البهلوية، من كلمة جزستج. ويقولوا لك جناج يعني جن، من كلمة جن البهلوية اللي تعني الشيء المعفن، الشيء الخربان. جناج جن في اللغة، فجناج تصبح اسم في اللغة. فيكرهون كثير يكرهون كثير شخصية الإسكندر. ويسمونه أيضا يعني في في كتاب اسمه أرض ورازنامج، كتاب زردشتي مهم جدا، وهو معراج وراث القديس إلى وهشت إلى السماء. شوف عندهم كتاب عن المعراج قبل المسلمين. هاي المشاكل تسوي لنا مشاكل. فيوصف الكسندر يقول جزستقدروند الكسندري هرومايق مزرايق مانشني. جزستقدروند، جزستق قلنا يعني وسخ، كذب، غشاش. دروند هم يقولون للكذاب دروزن، للكذاب. الانسان اللي يكذب كذب عادي يقولون باللغه البهلويه دروزن. مثلا نحن الكرد تماما نقول دروزن في كردستان الجنوبيه. اما الكذاب وليس الكاذب، الكاذب هو دروزن. الكذاب الذي هو نفسه عباره عن كذبه يقولون دروند. درو واحده يعني كذب. ف دروند الكسندري هرومايق، الاسكندر الرومي. هرومايق يقولوا هروم يعني الروم، هرومايق يعني رومي. مزرايق معنشن. مزرا في اللغه البهلويه يعني مصر، مزرا يقولون. مزرايق معنشن. كان قاعد في مصر. هيك في كتاب أرض ورازنامج. نحن نقدر او ما نقدر نقول انه كتاب افيستاك باللغه الكرديه البهلويه او لا؟ لا ما انا ما مكمل لك، انا بس اجيت افسر لك. الاسكندر يكرهوه بالدين الزردشتي لانه اباد النصوص الزردشتيه، قضى عليها قضاء نهائي. لم يبقى حرف مكتوب لا على جلد ولا على ورق ولا على صخر من غاثات وايات الافيستا. فهمنا هاي النقطه؟
الافيستا بقت محفوظه في صدور الموغان. مو يعني كان الزردشتي يسموه مو، بالبالي يصير مو بد. فبقت في صدورهم يعلمون الناس، بقت على الزردشتيه، الناس ما تركت الزردشتيه، ما في وثائق لكنها محفوظه في وين؟ في صدور الكهنه طوال اكثر من 100 200 300 400 سنه. فهمت هاي النقطه؟ فهمنا هاي النقطه؟ كنصوص محفوظه لا يوجد في اي متحف في العالم حاليا نص زردشتي قبل الدوله الساسانيه، لا يوجد، لا شيء اطلاقا at all. لما اردشير بنى الدوله الساسانيه اراد ان يكون للدوله دين رسمي، فاحيا الزردشتي. اردشير كان عنده وزير معروف، بقى وزير إله والابن شابور والابن ابنه وهرام وكرتير. كرتير وزير وموبدان. مو يعني مو هو المغ الزردشتي كان بالكردية بالأفيستائية بالقديمة بالبالوية يقولوا للكهن مو. رئيس الكهنة مجموعة من الكهنة تحت عندهم شيخ يسموه موبد، يعني رئيس الكهنة. أما المسؤول عن الدين الزردشتي كفلنا نقول خليفة أو إمام الزردشتي يسموه موبد. رئيس المغاد كان اسمه كرتير أو يمكن لقبه كرتير. المهم يذكرون على أنه كرتير وله نقوش يقف وراء الملك الساساني شابور وهيك مؤشر عليه ورمز قباله. كرتير يعني الفاعل العامل، كرت من كرت يعني فعل اللي هي كرت في الكردية، كردر يعني يضاف له اصبحت معنى العامل الصانع. كرتير هذا سوى اول انجمن يسمونه باللغه البهلويه انجمن هو المؤتمر في اللغه البهلويه، جمع كل كهنه الزردشتيين في اصقاع الارض الموبدان، يعني رئيس المغان جمعهم وحطوا أمامهم الألواح والأقلام والكتاب ليدون الأفيستا لأول مرة بعد التاريخ. هذا الموبد يقعد، طبعا البهلوية تختلف عن الأفيستائية قليلا، مثل اختلاف الكردية عن البهلوية بمرور الزمن. الألفاظ تختلف، بعض القواعد تختلف. فكانوا هؤلاء ما يقولون دارو دلو كرو مانو دارو دلو جرو دارو دلو مزديزم وهذول يسجلون. ايش يتلفظون هذول الكهنة ويسألون كل كاهن عن معنى هذه الكلمة، ما يعرفونها لأنه يتوارثونها شفويا أبا عن جد بشت ببشت. اللي جمعوا قالوا خلصتوا في آيات في قافات ثانية؟ قال لا، هذا الكتاب ايش سموه؟ زند أفيستا. زند يعني ايش باللغة البهلوية؟ حي. زندو يعني باللغة الكردية حاليا، فسموه الزند أفيستا، الأفيستا الحية، لأنه أعادوا أحياء. طيب هاي الأفيستا ما يفهموها عامة الناس، اللغة ما يفهم. مثلا لو أحكي لك بهلوي بسرعة ما راح تفهم كلمة منه، لأنه أنا بحكي بسرعة. بنامون يروق دياري دادارور مزدي رايو مندي خوراه مند إيرون خوانين كويو بار لو زردوش ديني بدي رفت أندر جيهان رواق بكر، ما راح تفهم رغم أنها كردية، كلها كردية لكن إلقاء سريع. فالناس في هذا الوقت كانوا يتكلمون البهلوي، تختلف هكذا اختلاف عن الأفيستائية. فسووا كتاب ثاني ترجموا لغة الأفيستا إلى اللغة البهلوية الحالية اللي كانوا يحكوها في وقتها الزردشتين، فسموه إيش؟ بازند. با يعني ملحق، هي من كلمة بي يعني رجل. كلمة با تدخل في صياغة عشرات الكلمات البهلوية كما هي في الكردية. فبازند، نحن في خانقين نقول با، الكر يقولون با يعني بي يعني رجل. فبا أيضا تأتي بمعنى ملحق الزند. فالزند مكتوب بالأفيستائية، بازند مكتوب بالبهلوي. وأصبحت
الزردشتية ليس دين الناس فقط، وإنما دين الدولة أساسا. لهذا سخرت كل العقول لخدمة، فاستخرجوا منها الأحكام والشرائع والفقه الزردشتي التي تسمى بإيش؟ الشريعة والفقه. إيش يسموه باللغة البهلوية؟ آيين. نحن لا أسألك راس، الدين يسموه دين باللغة البهلوية، دين. والشريعة يسمونها آيين. نحن حاليا نستخدم كلمة آيين بنفس معنى الدين، ولكنه في اللغة البهلوية لا، تخصص الدين هي الشريعة. ماذا تفعل، كيف تقوم، كيف تجلس، كيف تذهب للحمام، كيف تأكل، متى تشرب. هذه كلها أمور فقهية ومعلق فقط قليل من الله أعلم في وقتها كم كان هناك كتب زردشتية. تاريخ ابن الأثير والتاريخ بالبداية والنهاية مكتوب نصا. القادة المسلمين والولاة المسلمين في بلاد كردستان وإيران شهر بعثوا إلى عمر بن الخطاب، قالوا له فيها: إننا نرى كتبا مذكور فيها أشياء، فماذا نفعل بها؟ ورد عليهم عمر بن الخطاب قال لهم: ما كان فيها مكتوب اسم الله فذروه، ما لم يكن فيها اسم الله فاحرقوه. أنا لسه بطلع لكم بالفقر. يعني يحرق التاريخ، الثقافة، أجزاء يعني بالكامل. فالله أعلم كم حرقت وأي مجزرة مذبحة من بعد مذبحة الإسكندر حدثت للكتب والوثائق الزردشتية. بس الله أعلم. ما تبقى من كتب الشريعة الزردشتية يسموه آيين مزديسنا. اكتبوا هذا الاسم واحفظوه يا كرد. مزديسنا مفرد مزديسنا، جمعها مزديسنان. دين مزديسنان الدين الزردشتي، ويطلق عليه العرب المجوسي. دين مزديسنان يعني الدين الزردشتي. آيين مزديسنان يعني الشريعة الزردشتية باللغة البهلوية. هذه احفظوها عشان تعرفوا، لأنهم يعني راح تناقشوا مع ناس يقولوا لكم أنتم أصلكم مجوس، فقولوا إحنا عندنا كلمة إلها، وإحنا عندنا كلمة أجدادنا كانوا يقولون عنها ديني مزديسنان. مزديسنان يعني عبادة مزدة. أستاذ علي انتبه لهالنقطة اللي راح أقولها هسه، وخلي كلكم انتبهوا عليها. لما تقرؤون الأدبيات العربية الإسلامية تسمعون شيء مكتوب: زمزمة المجوس. زمزمة المجوس. إيش هي زمزمة المجوس؟ الكاهن الزردشتي أو الفرد الزردشتي عندما يبدأ صلاته يجلس أمام النار. النار رمز من رموز أهورا مزدا، رمز للنور. هي الزردشتية كلها عن صراع النور والظلام. فيضع على أنفه يلثم عنه لكي لا يلوث النار، فيقول: مزيزم 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 أعبد مزدا أعبد مزدا. فبسرعة يقول: مزيزم 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 مزيزم. فالعربية يسموها زمزمة المجوس. مزيزم مزدا يسنا عابد مزدا عابد أهورا مزدا أعبد مزدا أعبد مزدا أعبد مزدا مزيزم. فمزديسنا احفظوها. الفرد الزردشتي مزديسنا، الزردشتيون بالجمع مزديسنان. ديني مزديسنا يعني الدين الزردشتي. آييني مزديسنا يعني الشريعة الزردشتية. ديني مزديسنا مكتوب باللغة الآفستائية، آييني مزديسنا مكتوب باللغة البهلوية. الفرق بين اللغتين طفيف قليل، مش كثير يعني. هذه قصة. يعني العرب أخذوا كمان كلمة الدين دين، عملوها دين، نفس الاقتباسة. والآيين الكردية عملوها آمين. وربما أنا لا أعرف. يقولون نعم
سؤال أستاذ، هل اللغة البكتيرية لها علاقة باللغة الكردية؟ أنا لا أعرف اللغة البكتيرية، بس بكتيريا اللي هي أفغانستان، نعم الأفغانستانية لها علاقة، هي اللغة الدارية التي يتكلمونها الآن هي بهلوية. دلوفان كمان يعني مثال طيب. وين اجت طيب ما كلمة دين؟ دين اللي بالزردشتية دين يقولون في الآرامية دين، أيضا يقولون دين، فيقولون ربما الزردشتيين والإيرانشاريين أخذوا كلمة دين من كلمة دين الآرامية، لكنها بالتأكيد ليست عربية، لا بالتأكيد العرب أخذوها من لغة البهلوية. كلمة آمد أعتقد ما سألته. أنا قلت له كل كلمة آمد، وأنا بذكر لكم النص المانوي اللي فيها هلوان ونهر الون. النص اسمه آمدشني فريشتك بالشهران. آمدشني يعني مجيء، المجيء. آمد يعني مكان المجيء، ناس يجون يروحون، هاي المنطقة تسمى آمد، وهي آمدشني، وهي مذكورة في النص نفسه. آمدشني فريشتك بالشهران، مجيء الرسول إلى المدن. نعم هذا معنى كلمة آمد. كلمة معنوية بهلوية كردية. لا، كلمة معنوية هو من اسم النبي معني، اسم النبي معني. أقصد آمد كلمة بهلوية يعني. ما قلت لك يا بالنص اسمه آمدشن. آمد يعني جاء. كانوا يقولون بصيغتين في اللغة البهلوية، أحيانا يقولون أهاد يعني جاء، ويقولون آمد يعني جاء، ويقولون مد أيضا بشكل مختصر. نحن نستخدم كلمة هات من كلمة أهات البهلوية، والجوران يستخدمون كلمة آماي من كلمة آمد يعني جاء المجيء. باش نعم. قال لك باش سامان كردي تبخيري غاتية خوش آمد خالو عزيزي أومر هي من كلمة عمر، أومرية يعني العمرية، جدهم اسمه عمر. طيب راح ننهي الدرس، كفي اليوم اعتقد يكفي. انا بس انا كثير بعتذر للحضور الكريم، انه يعني كمان الاستاذ علي تعبان وحكينا كثير. كل اسئلتكم ان شاء الله نجاوب عليها في بثي على صفحتي هناك. لسه احنا بس هيك سوينا سكراتش للسطح، خدشنا السطح مال اللغة البهلوية والتاريخ الزردشتي والمانوي والدولة الأشكانية يعني مسألة كبيرة جدا. أنا سأكون هناك وبضيافتنا دائما الأخ العزيز، وسيستضيفني إن شاء الله مرات أخرى الأخ علي كلو العزيز الذي ارتحت كثيرا لطريقته في الحوار، والظاهر أنه صحفي محترف فعلا. ارتحت لطريقة الحوار معه، وعلى صفحتي على صفحتكم على صفحاتكم أنا في الخدمة. أنا ما يهمني هنا أن الشعب الكردي إخوتي بنو جلدتي أن يعرفوا التاريخ، ولكن بطريقة أكاديمية احترافية. كل كلمة تكلمتها هنا نص، دليل، برقم الصفحة، برقم الفصل، بالعنوان، بما شئت، محفوظة كلها في كتب التراث، محفوظة كلها في متاحف العالم. لن تسمعوا مني كلمة من هنا وهنا أبدا. ولو سؤال تسألوني سؤال أعرف الجواب أقول هذا جوابه، ما أعرف أقول لكم ما أعرف. أما أن أتكلم شروي غروي من كيفي رجاء، ولا حد يسألني أسئلة يعني كلمات ما بعرف كيف يعني أسئلة كيف يعني. اسألوني بطريقة علمية لكي نستفيد علميا. ليش؟ لأن عندما تتحدثون مع من يتنافس معنا، مع من لو تمكن منا لشرب دمنا، تضربونه برقم الوثيقة وبرقم الصفحة وبالنص التاريخي فيخلص، ولا يتجرأ على أن يسألكم أسئلة محرجة. راح ذاك الزمان الأهبل،
نحن كلنا هسه بنقرا وبنكتب وبنسمع. راح ذاك الزمان يقول لي كردك انت صار لك 100 سنه في العراق، انا عندي نص، انا عندي اشياء بالنص في نص بيقول، نص معنوي بيقول رقم الوثيقه المعنويه ام شخطه 47 اي، ام بالانجليزي شخطه 47 اي من النصوص المعنويه اللي عنوانها ميشون خداي مهر شاه. ميشون خداي مهر شاه. مهر شاه اسم، مهر اسم باهلوي معروف، شاه يعني ملك، الملك مهر اسمه مهر، وهو خدا، خدا يعني ملك، ملك وين؟ ميشون. ميشون هي نيسان. نيسان هي مملكة نيسان التاريخية يسموها باللغة الباهلوية ميشون، واللي كانت تابعة للدولة إيران. وهذا النص يذكر يقول بد شاكو شاهان شاه براد بودن ميشون خداي أد مير شاه نام أحاز. بد يعني مرة أخرى في اللغة الباهلوية مثل ما نقول هسه دوباره شابور شاهان شاه براد أخ الشاهنشاه شابور. براد يعني براد يعني أخ في اللغة الباهلوية. بودا ميشون خداي أصبح ملكا لمملكة نيسان. قبل ما الله بيعلم مناطق العمارة والبصرة والناصرية هاي كانت ميشون خداي يحكمها الشاه بالوثيقة والدليل القاطع تحت عبرة الدولة الساسانية، بالدليل القاطع، الوثيقة معنوية. على كل حال هذا قصدي هو استقراء التاريخ بالدليل والوثيقة والرقم والعنوان وفي أي متحف، يعني هو مهم جدا عشان تعرفوا. كافي تسبوا على الناس بس الناس تسبكم وتسبون، لا أنا لا أعطيهم دليل، خلاص أعطيهم دليل، اضربوا الدليل وجوا عشان يولي لا يرجع لك مرة ثانية. مين يقدر يقاومك يا كردي وانت معك وثيقة تاريخية عمرها 2000 سنة؟ مين يقدر يقاومك؟ مين يقدر يقول لك ثلث الثلاثة كم وانت معك وثيقة تاريخية تقول له هي روح اركب الطيارة اركب باص انا مش مسؤوليتي، روح على متحف برلين واقرا قليلا فقليلا راح نقول لكم كل هاي الوثائق الباهلوية وترجماتها وتستنسخوها وروحوا ناقشوا بها الناس اللي يعروكم باصلكم واللي بيقولوا والله انتم من وين جيتوا؟ ايوه الرهاب عمي مدينتنا الرهاب ولا وكنت ما دلوفات تمام مفرين. لا حدا يقعد، لا تخلوا حدا منا وجاي، بس افهموا، مو لا تسبوا عليه ومو تلعن لا يخالف، لكن هم بيقولوا لك شيء جاوب عليه بطريقه علميه عشان يسكت بعد. لا والله بتقدروا عليهم ونص، تقدروا عليهم ونص، تقدروا على كل. طيب في كثير ناس اذا الله يبعث لهم ملائكه كمان ما راح يقتنعوا، مو ضروري اصلا هدول نتناقش معهم، مثل ما قلت الادله موجوده وكل شيء. لا تنسى يا كردي انك لما تتناقش في ناس ثانيين من مختلف المناطق بيشاهدوك. صح. انت لما ترد عليه بطريقه علميه الاسلوب اي حدا اللي قدامك زي ما حكيته همجي ما يفهم، لكن انت فهمت الاخرين انه انت عندك دليل والاخر راح يحترمك، ونحن بحاجه ماسه لهذا الاحترام من العالم والتقدير من هذا العالم. انا اتكلم الانجليزيه بطلاقه مثل ما هسه بتكلم معك عربي، ومثل ما بتكلم الكرديه السورانيه او الكاموريه بطلاقه، واتكلم الفارسيه. انا مش راح ابث بس بالكردي والعربي، انا راح ابث بالفارسيه، ابث بالانجليزيه لاوصل المعلومه لكل الناس. يعني الفرس مو راغين، في ناس من الفرس يقولون اللغه الباهلويه لغه فارسيه، انت شو قاعد عم تخبص؟ لا يا عمي تعال ناقشني بالفارسي، يعني بعرف ايضا احكي فارسي وراح اناقشك انه كيف هي لغتي انا كمان. دور سباس، شكرا لك لوجودك معي ولكل المتابعين اللي كانوا معنا، وان شاء الله في لقاءات اخرى
في ايام اخرى. شكرا جزيلا لكم. زور سباس ومع السلامه. ريزو درود. ريزو سلام.